الله. هو كده بالله عليكي الله يسلمك. صدق بالله برغم الورشه ودوشتها وجرف المكن وجرف الزباين ارحم من وشك انت وبنتك يا شيخ. ام البيت اللي الواحد جرف منه ده فرجوني بقى ولا اروح في اي حته يا شيخ. اوعى كده اوعى بقى. طب ليه بس زهقانه اوعى كده كده؟ جرفت منكم وسبتوا من عشتكم اقسم بالله وشك سبحان الله يقطع الخميره من البيت. انا جرفت طب انا عملت ايه من يعني؟ غير ما تعملي. عايزه تعملي معايا الواجب، عايزه تعملي معايا الصح، روحي عند امك واقعدي لك 3 4 ايام واكله معايا عادي. طب اجيب لك تاكل الاول. اعتبريني ميت. روحي شوف انت رايحه فين. لا مش عايز حاجه من وشك. طب ماشي روح. هروح هاتي والله، بطانيه بقى. هروح واعمل لك اللي انت عايزه، بس اجيب لك تاكل هاتي الأول. بطانيه. مش واكل حاجه من وشك ولا طافح حاجه من ايدك يا شيخ. روح شوف انت رايحه فين اجري. انا هنام يومين ماشي 3 4 ايام. عايزه تقعدي لك 6 شهور واكله معايا براحتك. انا حلو طمني عليا. افتح يا ابو يوسف. حاضر يا ام. مين؟ هلا ايه يا اخت؟ يا خير ازاي؟ عاملين ايه رايح فين اخباركم؟ كده؟ والله رايح اجيب الجماعه من عند اهلها كده. انت مالك زعلان من حاجه ولا ايه؟ لا والله ما فيش حاجه. امال ماما فين؟ طب امك جوه خش لها. طيب عاوز حاجه؟ الله يخليك يا مع حبيبي. السلامه. اهلا. ايه يا ماما ازاي؟ يا حبيبتي. عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله يا امال ماما. مال صوتك كده متغير ليه؟ لا ما فيش والله يا لا ماما. انت باين عليكي زعلان. لا والله ما زعلانه ولا حاجه، ده انت وحشتني، قلت اما اجي اقعد معاكي شويه. انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله يا ماما. طب حظك انك جيتي. حدانا محشي النهارده وفراخ. لا انا لسه واكله دلوقتي قبل ما اجي مع حماده، ولا لسه جايبين من على يا الأكل. شيخه اقعدي ساكته. تيتا انا جعان. حاضر يا حبيبتي اقعدي. لهو اني هجيب لك. امال عمال كنت اتغديت ليه؟ ما البيت جعانه وانتوا جعانين. يلا يا بنتي عشان تغدي. شيلي الترابيزه دي عليك. شد. ماشي. اقعدي يا بنت كلي مع امك. يلا تعالي. حاسكوا حلو. حدانا محشي وفراخ النهارده. معلش بقى يا ماما، اعملي لي كوبايه شاي ولا اجيب لك حاجه تاني مع الاكل؟ لا بس طب كوبايه كل شاي يوم بس. كل يا حبيبتي. غدي يا بنت غدي بنتك. انا ما انت بتعملي ايه؟ انا اخد حته في بابا عشان بابا ما كانش. عبي يلا عبي صابون كمان يلا بسرعه. بس كل شيء. افتحي الصوت كده يا بنت. خمسه. كده. كل يا بنت غدي. انا كلت يا ماما الحمد لله. غدي يا بنت. الحمد لله والله كلت. حول الله انا يا هقوم رب. بقى امشي عشان انا اتاخرت على يا بنت حماده. طب الشعب بتجاه. لا انا اتاخرت والله يا ماما. يا حبيبتي اهدي الشعب لا بتجاه. معلش عشان انا اتاخرت بس. لا اله الا الله. بنتي يعني جايه تقول جعانه وزعلانه ومشان عليها تاكل وخدت الاكل في الكيس لجوزها. ربنا يهديكي يا بنتي. يا رب تهديكي يا بنتي. خشي يا ماما. حماد واحنا مكتوب علينا كل يوم. ولا رن حاك عليا. امبارح او اول امبارح احنا كنا فاتحين لايف، ففي اختي معانا على البيج قالت لي اتكلم شويه عن الحالات الايجابيه. مش كله سلبي يا عم. حاضر. دي حاله ايجابيه. الست لما جوزها يعلي صوته عليها وتستحمله عشان تمشي بيتها، دي حاله ايجابيه. الست لما يبقى حماها وحماتها جايين عليها وتستحملهم عشان خاطر جوزها، دي حاله ايجابيه. الست اللي تمشي بيتها بكتير او بقليل حسب جوزها ما بيديها وبتشيل وعارفه ظروفه، دي حاله ايجابيه. الست اللي بتبقى تعبانه وطلعان عينها وتمسك عليها اخر الليل تذاكر لهم عشان يبقوا شطار، دي حاله ايجابيه. الست اللي بتبقى سلفتها مطلعه عينها وهي ساكته بس عشان مش عايزه تعمل مشاكل، دي حاله ايجابيه. الست اللي بتقوم لحماها واقفه قبل ابوها، دي حاله ايجابيه. الست اللي بتبقى متجوزه وربنا ما كرمهاش بخلفه والعيب في جوزها وهي صابره وساكته، دي حاله ايجابيه. الست اللي بتقف في ظهر جوزها وبتستحمله ايا كان ظروفه، دي حاله ايجابيه. مش كلهم ولاد، في بنات كتيره اولاد حلال، في بنات كتيره متربيين، في بنات كتيره متعلمين الاصول. في واحد النهارده بيمشي في الشارع ويقول يا رب بالله عليك اديني واحده بس زي امي، دي حاله ايجابيه. اللي تخلي ابنها يدعي الدعوه دي حاله ايجابيه.
مش كله سلبي، اكيد برضه في حاجات كتيره ايجابيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.